طيب، التحية الأولى يا جماعة لناس إدارة الأعمال أو الطب الأدبي بالأخص في جامعة النيلين كلية التجارة. أي زول إداري هنا يحيي لنا نفسه. طيب، التحية الثانية أيضا بطعم الحضور الأنيق لأستاذنا حسن أحمد حسن صاحب ديوان عشم باكر، الأمين المالي السابق لمجموعة الأشواق، له التحية. وأيضا فيلسوف الجمعيات الأدبية الهرم محمد أحمد عبد الله، له التحية. طالما الحضور فيه محمد أحمد عبد الله، بتذكر وأنا برلوم جاي الجامعة شايل صاري المالي لحد الآن ما سلمته للمشرف. وقفت في مجموعة الأشواق يوم الاثنين ولقيت محمد أحمد عبد الله قاعد يقول البيت كان حبيتها البسها باتها، وكمل جيت أحب صاحباتها، كان خليتها أنسى صلاتها، لو طلقتها أوعك تلقى سوي. فأنا لما سمعت الكلام ده أخذت خلفية عن البنات إنه في الجامعة والله فيهم الكويسين وفيهم السيئين، لكن السيئين أكثر من الكويسين. فطوالي أنا رديت لمحمد أحمد عبد الله وقلت لهم وين البنات عشان يتعرسن؟ طيب، نحيي الفنان حذيفة بورسلان الحوت. حيكون حضور وحيكون ختام لهذا الحفل الجميل. وايضا معانا الشاعر حسن احمد حسن حيلقي لنا قصيده، ومحمد احمد عبد الله اصدار الفضيحه للذين. طيب، قال وين البنات عشان يتعرسن؟ ديل لا بنات لا بيخجل، ديل باع عن الحب في الطريق، باع عن جمال معنسا، باع عن عفاف بالرخيص، زي اطفال المقاعد شردا، ما همهم في الدنيا دي غير يتحشن ويترشن ويتحنكشن ويتجلبطن، وفي نص النشاط ضاحكا، وزي بقر خالي اللبين في الاستراحه يقيل. وين الأنوثة عشان نحب؟ زي الرجال اتجادلا، والصوت يناقر كالجرس، وللنميمة لملما، قلنا وقالوا قلنا، وفي